موضوع حلقتنا النهارده عن الفراكشنال ليزر، اجراء ناس كتير اصلا بتسمع عنه، بس اول حاجه بتيجي في بالها هي الالم او الخوف. الفراكشنال ليزر مش تجميل بس، ده علاج لمشاكل الجلد كتير جدا زي اثار الحبوب والمسام والندبات. ومعانا النهارده دكتوره آية هتعرفنا امتى نستخدم الفراكشنال ليزر ومعناه ايه ونحتاجه في ايه. ازيك يا دكتوره آية؟ ازيك يا دكتوره فاتن؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الفراكشنال ليزر يا دكتوره آية؟ من الحاجات الجميله واللطيفه واللي بتوفر على العيان اجراءات كتيره وبتحسن الحاله جدا ايا كان التدخل اللي احنا داخلين. قولي لي دلوقتي، انا لو كلاينت جاي العياده امتى نستخدم فراكشنال ليزر وامتى ما نستخدموش؟ والله اول حاجه المهم جدا العيان اللي داخلي ده اعمل له اسسمنت، هل هو اصلا مظبوط. المشكله اللي عنده دي محتاجه فراكشنال ولا لا. تاني حاجه هل السكين تون بتاعه يسمح ولا لا. تالت حاجه هل العيان ده هيلتزم بالافتر كير ولا لا، لان احنا في الاول كده لما بيدخل لنا عيان انا عارفه ان هو مش هيلتزم بالافتر كير بتاع السيشن بتاعتنا بنشفته على اي حاجه تانية تكون لطيفه برده وتدي نتيجه، بس ما تبقاش محتاجه الافتر كير اللي بيحتاجه المريض بعد جلسات الفراكشنال. اوكي، طب خلاص خلينا نسال بقى على موضوع جلسات الفراكشن. كام جلسه يا دكتور؟ العيان بيحتاج من 3 ل5 جلسات. خلينا الاول نقول هو ايه الفراكشنال ده. مبدئيا الفراكشنال ده هو اشعه بتلمس سطح الجلد بتحفز الكولاجين والالاستين، واللي لما بيتحفزوا مشكله العيان بنسبه كبيره بتبدا تتحسن. أوكي. وبيعمل تقشير خفيف فبالتالي بيساعدني في التصبغات. احنا بنقول دايما انه بناخد من 3 ل5 جلسات، ولكن العيان من اول جلسه بيحس بفرق كبير وتحسن قد يصل الى 50%. ما شاء الله. وخلينا نقول ان هي رحله، يعني احنا بنبدا هنعمل اول جلسه هنحس بتحسن بس لازم نكمل. احنا كده بقى عايزين نعرف، انا لو مثلا عندي جرح اقدر اعمل عليه فراكشنال ليزر؟ مظبوط نقدر نعمل فراكشنال ليزر عليه. مزبوط. بس لازم نحدد الجرح ده هل هو جرح قطعي، هل محتاج فراكشنال ليزر. بس احيانا في الجروح القطعيه وبعض انواع الجروح بنحتاج كمان نعمل معاها سبسيجن، وبعض الجروح بنحتاج معاها الحقن سواء حقن ميزوثيرابي او حقن ميزوثيرابي فعلا. مزبوط. لازم في خلال الاسسمنت نحدد مثلا الجرح ده هل هو جرح قطعي، هل هيتحسن بالفراكشنال لوحده ولا احنا محتاجين اجراء تاني مع الفراكشنال. زي مثلا بعض الجروح القطعيه بتحتاج سكار سبسيجن اللي هو ان انا ادخل اسلك الالياف اللي موجوده داخل الندبه اصلا. وبعض الجروح تانية بتحتاج مع الفراكشنال حقن زي حقن اكزوزوم او سكين بوستر. بعض الجروح التانية بتحتاج حقن انتراليجنال كورتيكوستيرويد. يعني ايه؟ يعني بنحقن كورتيزول داخل الندبه نفسها عشان مع الليزر سطحها يتساوى بسطح الجلد. وفي الاخر زي ما قلت لك لازم العيان خلال الاسسمنت يبقى عيان هيلتزم بالافتر كير. مظبوط. طب ايه الافتر كير بقى يا دكتور؟ ان العيان يتجنب التعرض للشمس. في بعض الكريمات اللي بنوصفها على حسب الحاله وعلى حسب العيان جايب ايه اصلا، وخلال الداون تايم يعني 3 ايام مش كتير. طيب احنا كده دلوقتي اتكلمنا عن الجروح، طب الليزر بنستخدمه في ايه تاني؟ الليزر بنستخدمه في حاجات كتير جدا زي المسام الواسعه، زي التصبغات، زي الندبات بتاعه حبوب الشباب والستريتش مارك. وفي مود تاني كمان بنسميه سيرجيكال مود، ده بنقدر نستخدمه ان احنا نزيل بيه الحسنات، نزيل بيه الزوائد الجلديه، وبنستخدمه برضو في علاج الصمت احيانا. طيب يا دكتور آية، لو حد عنده صبغات ايه رايك يقدر يعمل فراكشنال ليزر؟ يقدر طبعا، بس لازم يكون السكين تون بتاعه يسمح. زي ما قلنا عيان بيلتزم بالافتر كير وبنبدا على بورات مناسبه للعيان بتاعنا بنلاقي تحسن كبير. مظبوط. نورتيني يا دكتوره آية، والنهارده كانت فقرتنا عن الفراكشنال ليزر، عرفنا بنستخدمه في ايه وعرفنا بنعمل كام جلسه والافتر كير كمان.